واللي جاكم نداء تونس كيفاش ينجم يفرق بين مصلحة تونس ومصلحة نداء تونس في الوضعية هذه؟ إذا كان عنده مخ يفرق. هذوما ناس يعني ركبوا على الثورة والحصان الجافي. ما تدخلش الجريدة الأخرى، ما تتعداش، هدايا ما تجيش، لا تي سي او. كان عنده مخ يفرق. هذوما ناس يعني ركبوا على الثورة والحصان الجافي. انت تعتقد اذا كان الحكومه سي جبالي ما عندوش برنامج، تعتقد انه الطيب بكوش عنده برنامج ولا راح يكون عنده برنامج؟ ما عنده ولا برنامج. كان عنده مخ يفرق. هذوما ناس يعني ركبوا على الثوره والحصان الجافي. الطيب بكوش لا يعترف حتى بانه الصحيفه قالت كلام ما عجبوش يصير نكرها. لكن انا اعرف مره مشى له صحافي يعمل معاه مقابله عندنا في الجريده، وهذا الصحافي بعد ما عمل المقابله طلب منه انه يحوله من مكان لمكان لانه هو استاذ ثانوي، حوله في ربع ساعه. كان عنده مخ يفرق. هذوما ناس يعني ركبوا على الثوره والحصان الجافي. جاء الصحافي حكى لي راهو عمل لي تحويل وبارك الله فيه سي طيب وسي طيب وسي طيب، قلت له ان المقابله مش خل نشر وطردته الصحافي. هذوما ناس يعني ركبوا على الثوره والحصان الجافي. كان عنده مخ يفرق. على الشيخ ميس كسيلة عام 94، نحب نذكره عام 94 شو عمل هو. عام 94 شارك في مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وساهم بالتنسيق مع الرئيس المخلوع في معناها ليليميناسيون، معناها أزاح منصف المرزوقي ورئيس الرابطة آنذاك، وأزاح مصطفى بن جعفر، وأزاح المناضلة الفاضلة سهام بن سدرين. هذوما ناس يعني ركبوا على الثورة والحصان الجافي. كان عنده مخ يفرق. وجزاء لهذا الدور القذر الذي لعبه مع بن علي، فهمت، اعطوه جزاء وبعثوه، سموه في باريس في خطه في سفاره تونس في باريس، وسموه في ديوان وزير التعليم العالي انذاك. كان عنده مخ يفرق. قاعدين في الليله جاني تليفون من عند صديق قال لي شنو رايك علاش هكا قضيه الفهم بوكادوس تمشي وكذا واحد وعليه صوره البلاد يا اخي ناقصه هكا، علاش ما نلمنوهاش؟ شكون الصديق؟ والله العظيم لا سعيد لا انا ولا درت ولا اعلامي الصديق؟ اعلامي هو اعلامي تو اعلامي يعرفوا موجود فين؟ لا لمحوا له يا ولدي يعرفوا الناس اللي متابعه القضيه. برهان الناس الراي العام ما يعرفش. صديقي الشخصي. اي هو اعلامي فين تو؟ في اذاعه، في تلفزيون، في اذاعه محلل. اي محلل سياسي. دي مش مشكله يا اخي الاسامي في الواحد. لا مهم الاسامي. نور الدين بن تيشا. نور الدين بن تيشا هو اللي كلمك على الفهم بوكادوس. اي قلنا قال لي نلملموا الموضوع وشنو رايك؟ استعدادات. كان عنده مخ يفرق. واحنا في تونس في نداء تونس قلنا علاه تقبلوا اللي بلا مخ انتم؟ لا اللي كان عنده لا اذا كانوا ما عندوش مخ ما يجيش معنا هو. سي ابراهيم القصاص من فضلك ما هذه الفوضى؟ ترفع الجلسة. واضح. أما فعلا احنا قلنا نداء تونس مفتوح للجميع. علاش سمينا نداء تونس؟ بدون إقصاء. ما هي عقوبة هي. فعليا التجمعيين وقع إقصاهم أو عدد منهم كبير وقع إقصاهم من العملية الانتخابية. وهذوما موجود في المرسوم اللي وافقت عليه الحكومة. وعقاب هذا زاد ثاني. عقاب جماعي هذا اللي هو مش ماشي مع الطقوس العامة. كان عنده مخ يفرق. واحنا قررنا يعني قلنا هاو الناس نتعاملوا معاهم. اولا ثم كثير من ما يسمى بالرموز هذوما احرار ويدوروا تاع اللي يؤمنوا بالعالم التونسي. لقد حلانا القسمان ألا نكون الوطن طالما دستوريون يا طلبة يا أصحاب حيوا معي زين الشباب دوما وعبر الانتخاب الفوز للتجمعي الفوز للتجمعي ألا نكون الوطن لقد حلانا القسمان
ما يظهرليش كل الناس كل تؤمن. ثم برشا توا من اللي في الحلبة السياسية ما يؤمنوش بالعالم تاع تونس، يهبطوا العالم الأحمر ويطلعوا العالم الأقحم. وقلنا يلزم يؤمن بالدولة. المجلس هو أعلى سلطة في المؤسسات، والمجلس انتخبوا الشعب. لا وقت اللي تحدث لي سامحني، لا سامحني، وقت اللي فيش قدسيه، هذا ترتيب قدسي. هو المجلس عنده سلطه سياسيه. مش وصايه المجلس شكون وصايه؟ بتقول عندك لغه وصايه. لا انت دخلت كلها بلغه الوصايه. انا من حقي كمواطن، انا لا يا سيدي ليس من حقك انت مواطن تونسي كأي تونسي، لا حق لك ان تكون لك وصايه لا على المجلس مؤسسه منتخب. هذا الشعب انتخب مؤسسه لازم نحترموها، لازم نحترموا اراده الشعب. هذه شكليات، هذه انا مش شكليات، هذا جوهر الموضوع. جوهر الموضوع نجوا المجلس مؤسسة منتخبة ونقولوا لها لابد أن نفرض عليها ونكلموها بالعشرة وافي من فوق. هدوء ساعة من غير هدوء. مش الكل يؤمنوا بالدولة. رئيس الجمهورية المؤقت لجمهورية الموز. وتعرف شو نقول. ويلزم أيضا يؤمنوا بالنشيد الوطني. ضد الإقصاء، ويؤمنوا بمصلحة تونس فوق المصالح الحزبية أو المصالح الشخصية. هذا هو نداء تونس. هذوما ناس يعني ركبوا على الثورة والحصان الجافي.